السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين ديال عصاير الحسن، دائما مع الصيف. بالنسبة للناس اللي ما تنجحش معاهم هذا الريب ديال الكيسان، شحال ما تيقول لك ما تنجحش مع الريب، تبع معنا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله باش تستافد وغادي ينجح معاك الريب ديال الكاس. غينجح معاك في اول مرة غادي تقاد الريب، وغادي ينجح معاك الا تبعتي هاد الخطوات اللي غادي نعطيك في هاد الفيديو. يعني تبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش يعني ما تخليش فيه شي حاجه، باش يعني تستافد من الفيديو كامل باش ينجح معاك ان شاء الله هذا الريب. هنايا كناخذ واحد 20 لتر ديال الحليب، كنفيضها كنخليها تطيب مزيان. بعد ما كطيب كنزيد عليها واحد 2 كيلو ديال السنيده، السكر سنيده. بالنسبه للسكر ممكن تزيد ممكن تنقص على هذا القدر اللي درت، تبقى الحلاوه حسب الذوق ديال كل واحد. هي 2 كيلو كتجي مع 20 لتر، هي هذيك. كنحرك هذاك السكر سنيده مع الحليب باقي سخون باش تذوب. من بعد كنخلي هذاك الحليب يبرد، كنخليه يدفى ندير واحد 4 سوايع حتى يدفى. عاد ان شاء الله غادي نجيب الياغورت كما كتلاحظوا. عندي هنا 10 ديال الياغورت ديال الفاني، نستعمل هاد الماركه ديال الفاني. كناخذها بشي طاسه ولا شي غراف ولا شي زلافه بحال هكا، يعني اي حاجه باش تحكم فيها باش تخلطها باش ما يبقاوش لينا دوك الحبيبات اللي كيكونوا في الياغورت. صافي بعد ما درت هذيك 4 سوايع تدفى لي هذاك الحليب، كنخلط هذاك الياغورت مزيان مع الحليب. الاغلبيه اش تيوقع عليه حتى كيخسر ليه الريب، كيخلط هذاك الياغورت، تيجيب الياغورت تيخلطو مع الحليب والحليب باقي سخون. الحليب الا كان باقي سخون ما تخلطش مع الياغورت نهائيا، لان ما غاديش يطلع لك الريب وغادي يخسر لك. وهنا كنجيب الكيسان كما كتلاحظوا. كيسان عندي هنا كيسان ديال الدجاج، وهاد البطاطا هما ديال البلاستيك ديال لامبورتي، كنعمرهم هانتوما كما كتلاحظوا. من بعد ما عمرتهم غادي نغطيهم ان شاء الله، نحط عليهم شي بلاطوات بلاستيك، نغطيهم بالبلاستيك ونلوح عليهم شي منطقه ونخليهم واحد 4 سوايع حتى 5 سوايع، لان الحال دابا راه سخون متخليوهمش كتر. هانتوما بعد ما دازت عليهم هنايا 5 ديال السوايع، هانتوما الريب راه باقي سخون يعني شاد في الكاس، واخا باقي سخون. هنايا صافي خديت داك الريب درتو في الثلاجه باش يبرد، وهذا هو يعني الشكل ديالو النهائي. كيجي الريب عاقد وصادق من اول خطوه. تبعوا على الخطوات غادي ينجح معكم ان شاء الله. هانتوما بعد ما درتو في الثلاجه باش يبرد ان شاء الله، هذا هو الشكل ديالو النهائي. تحية لجميع المتابعين والمشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله.